الوصفه اللي قدامكم ديت بتعتبر من اكتر الوصفات اللي طلبت مني نجربها، ولما بحثت عنها اكتشفت ان هي عباره عن وصفه بان كيك لكن حجمه ضخم شويه. اول خطوه هنقول بسم الله وهنحتاج بيضتين وهنضيف عليهم نص كوبايه سكر، وبعد ما يختفي السكر هنوقف تقليب وهنضيف كوبايتين دقيق، ربع كوبايه كاكاو، معلقه كبيره بيكنج باودر، 3 معالق كبار زيت، كوبايه حليب، واخر مكون هنضيف نص معلقه فانيليا. ودلوقتي هنقول بسم الله ونقلب كويس، وبعد التقليب هو ده كده القوام المطلوب. ودلوقتي اخر خطوه هنصفي الخليط، وعلى نار منخفضه هنمسح الطاسه بالزيت، والطاسه المستخدمه مقاس 18 سم. واول ما الطاسه تسخن هنقول بسم الله ونبدا نضيف شويه من الخليط، واول ما تبدا تعمل فقاعات بالشكل ده هنقول بسم الله ونبدا نسلكها من الجناب. ودلوقتي بقى هنقول بسم الله ونقلبها على الجنب الثاني. ودلوقتي هنستنى عليها حوالي من 3 ل 5 دقائق وبعدين نرفعها من على النار. وبعد ما سوينا باقي الكميه دلوقتي هنقول بسم الله ونبدا نزينها بالشوكولاته. وكده البان كيك اصبح جاهز على الاكل. وبص بسم الله ما شاء الله الشكل بقى عامل ازاي. ودلوقتي بقى كل اللي عليك تقول بسم الله وتبدا تاكل، مليئه بالشوكولاته.